من لعبة كرة يد في الزمالك والمنتخب للعمل في مجال السياحة والتخابر مع إسرائيل. شخصية من أخطر جواسيس القرن ال21 كانت هتدمر ثقة مصر وسمعتها قدام المجتمع الدولي، وما اكتفتش بكده، ده كمان كانت بتضر دول كتير في العالم من خلال تهريب بنات من جنسيات كتير، وده علشان يشتغلوا في الدعارة. قصتنا النهاردة مع نجلاء إبراهيم، صاحبة أشهر قصص الجاسوسية. ولكن قبل ما نكمل حلقتنا النهاردة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وكمان تتابعونا على الفيسبوك والإنستجرام. ويلا بينا نكمل حلقتنا. قصتنا بتبدأ مع لاعبة كرة يد في نادي الزمالك والمنتخب، وكانت لاعبة مشهورة وكانت حياتها ماشية تمام. وفجأة وبدون أي مقدمات أسست شركة سياحة ورحلات، ودي كانت حاجة غريبة لمكانتها ولوضعها. ولكن هنقول إيه؟ البنت اجتهدت وبفلوسها من كرة اليد فتحت شغلها الخاص، ولحد هنا كل حاجة تمام قوي. في مايو 2005 بتبلغ 2 ستات وزارة الخارجية الماليزية عن 2 من بناتهم اختفوا وقت ما كانوا في مصر، والفوج اللي اختفى منه البنتين كان في رفح. بعدها بلغت وزارة الخارجية الماليزية وزارة الخارجية المصرية، وطبعا مصر اتقلبت حرفيا، والموضوع كان مسمع على المستوى الدولي. والمشكلة كمان إن مصر كانت بقالها مدة شغالة على تدعيم قطاع السياحة، فكانت الحادثة دي بمثابة مقتل للسياحة بشكل عام. من بعدها بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق، وبدأ الموضوع من عند الشركة المسؤولة عن الرحلات، وكانت نجلاء إبراهيم هي المسؤولة عن الفوج ده وعن كل الأفواج اللي بتروح رفح. ولما بدأ التحقيق معاها بررت موقفها إنها مسؤولة بس عن نقلهم، وهم أحرار في اللي يعملوه، وقالت إن هي ملهاش يد في اللي بيحصل. والغريب كمان إن لما بحثوا ورا البنتين لقوا إن هم لسه في مصر، وده على حسب بيانات المعابر البرية اللي على الحدود. ولكن بعد فترة من الوقت ما وصلتش الأجهزة الأمنية لأي دليل أو نتيجة. وفي 2 أكتوبر 2005 وصل بلاغ للشرطة المصرية عن فوج صيني كان في رحلة سفاري في سيناء، ولما خلصوا وحبوا يرجعوا لقوا إن في حوالي 16 بنت صينية اختفوا. طبعا الوضع كان صادم جدا، وبدأت أجهزة الأمن تحقق في الموضوع. والغريب إن الشركة اللي اختفى منها البنتين صحاب الجنسية الماليزية هم نفس الشركة اللي اختفى منها البنات الصينيين، وعلى طول استدعوا أصحاب الشركة. ومن خلال التحقيق مع نجلاء في الموضوع ده ردت نفس الردود، وإن هي بتوصل الفوج بس وهم أحرار في اللي يعملوه. وقتها طلبت أجهزة الأمن كشف عن مستندات الرحلات السياحية اللي بتتم من خلال الشركة، وكمان تشوف خط سيرها. ولقت من خلال الاطلاع على البيانات دي إن في أفواج بتطلب تروح رفح، وفي كل مرة الفوج لما بيروح رفح بيكون الشخص المرافق ليهم نفس الشخص المرافق لكل فوج، وهي نجلاء إبراهيم. بعدها اتقبض عليها وبدأ التحقيق معاها من تاني، ومع الضغط اعترفت بكل حاجة، وبدأت كلامها إن هي مش لوحدها، وقالت إن معاها شبكة مكونة من 10 أشخاص، 3 في الشركة وهي منهم، و5 من عرب رفح، و2 في تل أبيب، 1 أفريقي والتاني ماليزي. اللي كانوا معاها في الشركة واحد اسمه خالد مسعد وياسر سعد، ودول بيساعدوها في التهريب. وبان من التحقيقات إن خالد مسعد لاعب كرة يد في نادي الزمالك برضه. وكشف التحقيق مع نجلاء إنها اتجندت من شركة مازدا الإسرائيلية للسياحة، وكانت الشركة دي بيديرها من ورا الكواليس جهاز الموساد، وكان التجنيد ده بهدف المصالح وزرع الجواسيس في دول كتير. وكمان كان في جزء كبير منهم بيشتغل في الدعارة، وكانت التجارة دي مربحة جدا في تل أبيب، فلوس كده بالهبل. اعترفت نجلاء كمان إنها اتدربت على التهريب، وإن لازم اللي هتهربه يكون موجود في مصر، وده علشان تكون عملية التهريب سهلة. وقالت كمان إن متوسط التهريب في الأسبوع من 9 ل 10 أفراد، وكانت بتاخد على الشخص الواحد $5000، يعني بمتوسط دخل أسبوعي $50,000. وبعد انتهاء التحقيق معاها اتحكمت، واتحكم عليها بالسجن بتهمة التخابر مع دولة أجنبية هي واللي كانوا معاها. أما بقى البدو فدول هربوا على إسرائيل من خلال الجبال. الهدف من الجريمة دي قبل ما تكون مصلحة فهو كان هدفها سياسي بحت، وكان الهدف منها هو ضرب السياحة وإحراج البلد دولياً. وبرغم وجود معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل، إلا إن الصهاينة ما اكتفوش باللي حصل في الخمسينيات والستينيات وأوائل السبعينيات، واستمروا برضه في زرع الجواسيس وعمل المؤامرات على بلدنا. حفظ الله مصر وشعبها. وفي نهاية حلقتنا النهاردة ما تنسوش تدعمونا بلايك وبكومنت، وتسيبوا لنا اقتراحاتكم في الكومنتات. يلا سلام.